الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة الكهرباء ببساطة بموضوع كابلات الجهد المتوسط. إزاي بنعمل سايزنج لمساحة مقطع كابل الجهد المتوسط، سواء كان على شبكة ال11 أو ال22 أو 13.8 أو 33. هنتكلم في الحلقة دي عن 4 موضوعات. ما الفرق بين كابلات الجهد المنخفض وكابلات الجهد المتوسط؟ ما هي كابلات الضغط المتوسط؟ إيه هي أسس تصميم واختيار كابلات الجهد المتوسط طبقا للكود المصري؟ وحسابات مقاطع كابلات الجهد المتوسط اللي هو عملية السايزنج. ما بين كابلات الجهد المنخفض وكابلات الجهد المتوسط، إن كابلات الجهد المنخفض لغاية 1 كيلو فولت، أكتر من 1 كيلو فولت بتخش في شريحة كابلات الجهد المتوسط، وزي ما حضراتكم كده مكتوب هنا ومشروح لحضراتكم هنا. فبنروح للكود المصري في الباب السابع، هنلاقي جدول زي دوّة. الجدول ده هو البارامترز الخاصة بالمعدات اللي بتركب على شبكة ال11 وشبكة ال33 كيلو فولت. ممكن نسميها بارامترز، ممكن نسميها characteristics، وممكن نسميها specification، ومهم لابد من أخذها في الاعتبار. ذكر الكود المصري المواصفات الخاصة بالكابلات. فبالنسبة لكابلات الجهد المتوسط المستخدمة في اللي هو موضوع هذه الحركة، احنا نستخدم من النوع اللي هو العزل بولي إيثيلين متشابك. درجة حرارة الوصل عند 90 درجة حرارة التشغيل، أقصى درجة حرارة 250. معامل الكسر الكابل اللي هو الفاكتور كي بالنسبة للنحاس 0.2143. بالنسبة للألمونيا استخدمنا كابلات ألمونيا 0.098. السايزنج بيتم طبقا للأسبكتس اللي معروضة لحضراتكم على الشاشة دي: الكرنت ريتنج، الفولتج دروب، وشورت سيركت ويزستاند كرنت. الكلام ده احنا جبناه من الكود المصري طبقا للكود المصري. والمفروض في قلنا هنستخدم كابلات مادة البولي إيثيلين المتشابك حتى عند درجة حرارة تشغيل 90 درجة مئوية، ودرجة حرارة قصوى 250. والمفروض انه الكابل ده بيتحمل شورت سيركت لمدة ثانية واحدة وليس اكثر. وبنستخدم هذه المعادلة عشان نجيب الاريا الكروس سكشن كوندكتور بتاع الكابل بمعلومات شورت سيركت كارنت ومعلومات الديوريشن تايم اللي هو 1 سكند. نقدر نجيب من هذه المعادلة الكروس سكشن اوف كوندكتور اوف كيبل. مشكلة بتقابلنا في حسابات كابلات الجهد المتوسط ان لازم اعرف الريفرنس الخاص بمنطقة الضغط المتوسط من عند محطة الجراند ستيشن لشركة الكهرباء. اعرف مستوى الشورت سيركت كام عندها، او قدرات المحولات المستخدمة عندها كام، علشان اقدر اجيب الشورت سيركت ليبل على الرينجمان يونت اللي هي الانتاج بتاعي بالنسبه للتغذيه الكهربائيه، او الميديم فولت سويتش جير اللي هو الانتاج بتاعي اللي بيستقبل الطاقه الكهربائيه من شركه الكهرباء على شبكه ال11 او ال22. فاحنا بنستخدم نفس معادلات الشورت سيركت اللي احنا شرحناها في الحلقه السابقه في الاب ستريم، وبنجيب توتال ريزيستنس والتوتال رياكتنس اللي هو نظام تحديد المقاومات والممانعات لكل جزء من الشبكه. احنا هنشتغل على شبكه الاب ستريم حتى الترانسفورمر. فشبكه الاب ستريم عندنا هنا نقدر من خلال هذه المعادلات ومعلومه الشورت سيركت ليبل اللي هتديه لنا شركه الكهرباء، او قدرات المحولات اللي هتديها لنا شركه الكهرباء. نفترض ان شركه الكهرباء ما ادتناش، احنا افترضنا هنا في المثال اسفل
الشاشة القادمة تباعا هنعرفها. افترضنا قدرات المحولات 80 ميجا فولت أمبير، عبارة عن محولين، كل محول 40 ميجا فولت أمبير متوصلين على موزع. الموزع ده موجود عند شركة الكهرباء، بيطلع في الأوت جو بتاع الموزع اللوب بتاعت الفيدر اللي هيبزي المشروع من خلال رينج من يونت او من خلال ميديم فولت سويتش جير عند العميل او عند الكاستمر. طبعا احنا هنستخدم معادله الايسون سيركت. هنعوض باليو نود هنا. اذا كان الشبكه عندنا 11 كيلو فولت هنعوض عنها ب 11 كيلو فولت. يعني نفس المعادلات دي اللي استخدمناها في اللو تنشن نتوركس هنستخدمها في الميديم تنشن نتوركس. افتراض انه اسيومد كاباسيتي اوف ترانسفورمر عن شركه بقى 80 ميجا فولت امبير زي ما شرحنا لحضراتكم. احنا بنشتغل على جهد شبكه 11 كيلو فولت اللي هي بتوصل عندنا 10.5 كيلو فولت. الشورت سيركت كرنت بتاع النتورك عند ال 11 كيلو فولت عند النقطه بتاعه المدخل زي ما شرحناها سابقا، هي طلعت القيمه 18.41 كيلو امبير. نقدر ان هنا الشورت سيركت باور هنا هتبقى ايه؟ عباره عن حاصل ضرب الفولت في الشورت سيركت كرنت بيدينا الشورت سيركت باور عند نقطه الانتيك الخاصه بالعميل. الديوريشن تايم طبعا 1 سكند. هنحسب من المعادله دي الاي شورت سيركت بيساوي الكي. احنا هنستخدم كابلات التشابك اللي هي البولي ايثيلين تشابك عند 90 درجه تشغيل و250 اقصى درجه. الكي هنا اللي هي 0.43 زي ما وضح الجدول السابق في المواصفات الخاصه بالكابلات. احنا هنجيب الايه هنا من المعادله دي بمعلومات الشورت سيركت اللي احنا جبناها هنا دي عشان نشوف تطلع 271 ملم. اللي انا محتاج كابل بين جداول الكابلات الخاصه بالمصنعين بالمصنع. هنختاره ألمونيا، ده كابل ألمونيا. طبعا هنا إذا كان الكابل ألمونيا هنستخدم الكي الخاص بيها اللي هو 0.098. ال 271 هنختار كابل أعلى من 271 من جداول المصنع بحيث يحقق شرطين: يشيل الكرنت الكرنت الخاص بالتغذيه الكهربائيه، بشوف التوتال باور عندي كام، بجيب الكرنت، وفي نفس ويكون الشورت سيركت الريزيستاند بتاع الكابل اعلى من الشورت سيركت المحسوب الكالكوليتد اللي هو 18.4. فاحنا اخترنا هنا القطاع اللي هو 400. فال 400 هنا فعلا الشورت سيركت والستاند بتاعه 39.20 كيلو امبير. هو فعلا اعلى من الشورت سيركت اللي هو المحسوب الكالكوليتد 18.41 كيلو امبير. وعرفنا واخترنا السايزنج بتاع الكابل. هنحسب انخفاض الجهد وهنحسبه من خلال المعادله دي. فانخفاض الجهد البرسنتج طبعا الانخفاض المسموح في الجهد على الشبكه ما يزيدش عن 5%، فهنحط الحد الاقصى 5% هنا. فاحنا هنحسب لازم هنا دي تطلع يساوي 5% او اقل من 5%. بمعلوميه التوتال باور والريزيستنس بتاعت الكابل والرياكتنس بتاعت الكابل والباور فاكتور. عندي باور فاكتور 85%. وطول الكابل طول الكابل هنعوض عليه بالكيلومتر، الكيلو فولت امبير الباور. ريزيستنس اوم كيلومتر على 10. هنا كيلو فولت امبير اللي هو مربع ال 11 كيلو فولت او مربع ال 10.5 كيلو فولت اللي هو جهد الشبكه. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا عملنا اجراء العمليه الحسابيه، طلعت في النهايه التوتال فولتج دروب برسنتج 0.24 برسنتج. يوضح يعني اتعملت عمليات حسابيه لعده كابلات بقطاعات مختلفه سواء كبر او الومنيا. فال 185 كفر 300 ملم الومنيا، 185 كفر 300 الومنيا، 400 الومنيا، 170 ملم الاي سي
SR. هنلاحظ هنا إيه، أدي مستوى جهد الشبكة 11، الR كوزين فاي زائد الX كوزين فاي، العملية الحسابية زي ما أجريناها في الشاشة السابقة. إحنا الكاب بتاعنا 400 أهو موجود هنا أهو. الكي بتاعتنا هنا اللي هي بتاعة المعادلة الرقم دوّة، اللود عندي 5 ميجا، الفولتج دروب ماكسيمم يعني المسموح بيه لغاية 5%. الكابل ده ممكن يمشي لمسافة 9 كيلو وزن ال5%، يعني ممكن يمشي مسافة 9 كيلو وزن الإيه ال5%، بيشيل 262 أمبير point 743. و أقصى ده تيار الحمل بيشيل بيشيل 393، ده أقصى تيار ممكن يشيله الكابل، أعلى من تيار الحمل. إذا هذا الكابل اختيارنا ليه كان suitable مناسب للإلستريشنز. دي جداول مرجعية لحضراتكم طبقا للIEC 60502. والجداول دي لحضراتكم بعد ما بنعرف بنحسب المساحة بتاعة مقطع الكابل، بنروح من خلال الجداول دي بنشوف الكابل اللي احنا هنختاره الكروس سكشن بتاعه هيبقى كام. وهنا طبعا ده جدول للكابلات الميديم اللي هي عند من 3.6 على 6 كيلو فولت. اللي بعديها ده جدول خاص بال10 كيلو فولت. لما بنروح لل 400 ملي النومينال كروس سكشن 400 ملي ألمونيا. ادي هنا ده الخانة بتاعة الألمونيا. الشورت سيركت الخاص بيه كام؟ هنا بدي الريزيستنس والرياكترز. الشورت سيركت ريتنج هنا 36.6 للألمونيا و57.3 للكبر. طلع على جهود أعلى من 11 كيلو فولت، يعني اللي هو 13.8 ممكن استخدام هذا الجدول اللي هو عند 15 كيلو، اللي هو عند 15 كيلو فولت. كده حضراتكم انتهت موضوعات حلقتنا، وإن شاء الله انتظرونا قريب في موضوع جديد بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.